الاكثريه ديال البيزنس اونرز كيصحاب ليهم واش خصهم يزيدوا في المبيعات باش انهم يزيدوا في الارباح، ولكن واحد من الكلاينتس ديالي ضرب الارباح ديالو في 3 بلا ما يزيد في الماركتين سباند ديالو، يعني بلا ما يزيد في السباند ديال الادز. بكل بساطه ولاول مره في حياته يفهم ستوك ليفلز ديالو. شنو دار هذا السيد هذا وشنو راك محتاج دير نتايا باش تكون بحالو؟ اول حاجه درنا مع لامبليمونطاسيون بي سي كاك زاد، عرفنا توب بروداكت، عرفنا لي برودوي اللي خصنا نركزوا معاهم، عرفنا لي برودوي اللي خصنا نعطيوهم الاهتمام والتركيز وما خصناش نطيحوا في غوبتور ستوك فيهم. شدينا دوك لي برودوي حسبنا ليهم سيفتي ستوك وريوردر بوينتس، اوتوماتيزينا الريوردر بوينت والاي او كيو الايكونوميك اوردر كوانتيتي. هكا امبليمونطينا واحد السيستيم ديال لا جيستيون ستوك اللي كيمنعوا انه يطيح في غوبتور ستوك ولا الاوفر ستوك. وحاجه ثانيه في لا كلاسيفيكاسيون بي سي اكس زد عاونتنا اننا نيدونتيفيو ديد ستوكس، يعني ستوكات اللي ميتين، لي برودوي اللي ما كيتمشاوش واللي باقيين ناعسين في ستوك. دونك اللي كيدينا هاد الستوك هادو هكا ولات لا جيستيون ستوك ديالو ونقصوا ليكو، وفاش كينقصوا ليكو اوتوماتيكمون كتزيد لا مارج بينيفيسيير وكيزيدوا الارباح. ما كانش خاصو يتقاتل ويشوف لي زونغل ماركتين وخصنا نبيعوا وخصنا، لا، خلي المبيعات اللي عندك، شوف ستوك ديالك كي داير رميضه عندك الروينه تما قادها وراه غيجي الخير ان شاء الله.